أهلا بكم إلى فيديو جديد. فضيحة جديدة لريشي سوناك رئيس الوزراء وكوميديا وضحك حول قانون أو مشروع قانون رواندا. ففي الوقت الذي يدفع فيه رئيس الوزراء وحزب المحافظين بأن رواندا بلد آمن، يأتي الروانديون ويقدموا طلبات اللجوء. الجديد في تقرير صحيفة الجارديان أو في الأوبزيرفر اللي هي النسخة الأسبوعية من الجارديان، 4 من الروانديين قبلت طلبات لجوئهم في بريطانيا بعد أن أثبتوا أنهم إذا عادوا إلى رواندا سيتعرضوا للاضطهاد. طبعا هذا يأتي في وقت تقول الحكومة البريطانية أن رواندا بلدا آمنا، فكيف إذا كان هذا البلد آمنا يهرب مواطنيه أو يهرب مواطنوه؟ يعني الروانديون يهربون من رواندا ويأتون إلى بريطانيا. طبعا هذا التقرير الذي كشف عن منح 4 روانديين طلبات اللجوء سيضعف من حجج حزب المحافظين في إقرار قانون رواندا، كما أنه سيستعمل كوثيقة أمام المحكمة العليا البريطانية لرفض هذا القانون، وأيضا سيضغط على مجلس اللوردات لرفض ترحيل اللاجئين إلى رواندا، لأنه ببساطة إذا كانت رواندا آمنة فلماذا يفر منها الروانديون؟